فاوعى اما تقرا حاجه لعلماء اكابر كبار اولياء وانت في سن صغير غير ناضج وتتهمهم ان هم يلبسوا على الناس الحق. اوعى تتهمهم. انا حكيت لكم قصتي مع اي سيدي محي الدين ابن عربي. جبت الفتوحات من حوالي 40 سنه، قريت اول 20 صفحه حاسس اني مش فاهم قوي، مش مستريح. كملت لما وصلت ل 150 صفحه اني افهم الراجل بيقول ايه. التبست عليا العبارات، فرحت قافل الكتاب وقلت الظاهر انا لسه مستوايا ما يستحملش الكتاب ده، لكن ما قلتش انه مخطئ. ورحت قاري الفاتحه للشيخ محي الدين. تمر عليا السنين والايام وادي دروس للناس والاقي نفسي ربنا يفتح لي بمعاني اول مره اقولها وما سمعتهاش من شيخ، وبعد كده اجي اقرا في الفتوحات ليه انه قالها وانا ما قريتهاش، لكن لمجرد حسن الظن فيه ربنا بعت لي علوم وحطها في قلبي من غير ما اقرا علوم. كلام الشيخ يحتاج عقل معين، مستوى معين عشان تقدر تفهمه، لانه هو نفسه مش بيخاطب كل المسلمين. وعشان كده هو حس ان كلامه هيبقى مستوى عالي قوي. عمل ايه؟ برأ ذمته وابتدى كتاب الفتوحات بشرح عقيدته الاول. ذكر عقيدته في حوالي 5 صفحات، عقيده في منتهى الجمال، اقراها في مقدمه الفتوحات. عقيده سليمه في الالوهيات والنبوات والسمعيات، مفيش اعلى من كده عقيده. وبعدين في الاخر قال من فهم كلامي خلاف هذه العقيده فالعيب في فهمي. يبقى برأ ذمته وساب نفسه بقى يتكلم براحته. فانت ليه تتهمه وهو الراجل مبرأ نفسه وقال لك انا اي حاجه هتفهمها من كلامي خلاف اللي انا قلته في الاول ده، اعرف ان السوء الفهم منك انت مش من كلامي.